عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا رمضانكم عندنا. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. إيه رأيك يا حاج في أسعار السلع الغذائية الموجودة في رمضان؟ وقت رمضان. السلع الغذائية الناس أصلا تعبانة، وأسعار السلع الغذائية زادت أكتر كمان. زادت أكتر. أول رمضان يجي على المسلمين إن كيلو الرز يبقى ب 8 جنيه والمواطن ياخد 2 كيلو رز. الحكومة موفرة لكل مواطن في رمضان 2 كيلو رز من أول الشهر حتى في الشهر. أول سنة في رمضان يبقى كيلو الفراخ البيضاء ب 25 جنيه وكيلو اللحمة ب 100 جنيه. وكيلو الزيت ب 10 جنيه و 15 جنيه ومش لاقيينه. انا عايز اقول للساده المسؤولين ومنهم السيد الوزير بتاع المعاشات ده، يا سيد الوزير يا محترم، احنا في شهر رمضان محترم جميل. في ناس بتديها راتب شهري كل شهر 400 جنيه او 500 جنيه في الشهر. هل ابنك يا وزير ما قالكش يا سياده الوزير انا ابنك ورايح اتغدى النهارده او هفطر مع اصحابي النهارده بره، هدفع في الفطار ده 2000 جنيه او 3000 جنيه في الفطار ده، هفطر يوم ب 2003 وانت بتصرف معاش للمواطن 300 400 جنيه في الشهر. اللي هيجامل غير كده هيجامل. احنا بنقول مصر والله يكون في عون، والله يكون في عون الريس، والله يكون في عون الجيش، والله يكون في عون الشرطه. بس احنا كناس فقراء احنا لنا حق في البلد دي، زي ما لنا عيال اندفنت فيها تحت ترابها، لنا حق، احنا لنا حق فيها مش عارفين ناخدوه. كل سنه وانت طيب. يا حاج بكر أسعار الغذائية. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. الواقع سواء كانت إيه اللي غالي بوجهة نظرك؟ يعني اليمين بتاع رمضان برضه نفس الغالي السنة. بالنسبة لأسعار اللحوم برضه رفعت التكلفة الصحية على اللحوم والدواجن. والأسماك برضه يعني برضه كل حاجة بوجهة نظرك غالي. هي بص يعني غالية على ناس وناس لا. زي مين مثلا كده اللي هو معاش يعني مثلا؟ ما يقدرش يشتري اللحمة الكيلو ب 90 جنيه. والدواجن الكيلو ب 23 برضه ما يقدرش. بس احنا نحمد ربنا اللي احنا عايشين، ما احنا زي سوريا وزي العالم الثاني، ونشكر الناس اللي هم الكبار، ماشي. الناس زي مثلا السيسي ده راجل عظيم عظيم في كل حاجه. كلها مرفوعه، كلها مولعه. زي كده يا حاج؟ زي السمنه الهولنديه، رحت اجيب صفيحه كنت بجيب 95 جنيه، جايبها من اسبوع ب 138 جنيه. وايه تاني يا حاج؟ الرز جايبه من حوالي 3 شهور ب 3 جنيه ونص، جايبه من الاسبوع اللي فات ب 6 جنيه وب 5 ونص وب 6 ونص. ده قطاعي حالي. وفي عالم بتبيعه ب 8. انا بتكلم على اللي جايبه، في عالم بتبيعه ب 8. دلوقتي الملابس بتاعت الحكومة رخصت العملية شوية. دلوقتي يعني مثلا زي اللي رخصت العملية شوية بس كانت أسعارها ودفع جامد. يعني كيلو اللحمة 90 جنيه. يعني كل حاجة زيادة على طول. ايه رأيك في أسعار السعر الغالي؟ غالية في كل حاجة. مثل عملية محبة في الراجل. يعني عملية محبة كنا بنقوله. شايف الرئيس السيسي كويس؟ ايوه طبعا. هو كل حاجة. الكلة اللي تحت بقى، الحرامية اللي تحت. تحب تقول انت؟
بيشدد على الرقابه لان الاسعار كل حاجه السوق السوداء شغال اكتر شيء. مفيش رقابه على الاسعار. مفيش رقابه لا كل واحد بيرفع سعره. هو الغلبان اللي رجع هو الغلبان اللي رجع والإيدي ما بيموتش للغلبان خالص. ماشي والله الجبنه النهارده كلها ب 10 جنيه، كل طماطم ب 10 جنيه، الكل مش عارف ايه ب 10 جنيه، اللحمه ب 90 جنيه. هي غالية على الناس، الناس اصلا تعبانة مش لاقية، وحتى الرخيص عليها غالي. يعني الرخيص عليها غالي فمش نافع، حتى الدنيا بايظة. والرئيس الله يكرمه طبعا. لا تعبان هتحس بالفرحه ازاي؟ يا العالم هتحس بالفرحه ازاي؟ هتحس بالفرحه وانا مرتاح عشان بحس بالفرحه. ما انا لو مرتاح احس بالفرحه، انا راجل فتحان ومسرور. انا بقول لك انا فتحان ومش فاهم. العالم تعبان، العالم تعبان. كله من دغل وفتن زي ما بيقولوا الشعب المصري. مفيش رقابه على الاسعار، مفيش اي حاجه على الاسعار، كل حاجه بايظه. رغيف العيش دلوقتي ما بيجيبش عيل صغير. رغيف العيش خم بقى قد ايه؟ فين الكلام دوت؟ فين؟ يقول لك عند عمو حاجه، عند عمو ايه؟ فين ده؟ بالنسبه للحمه المفرومه يا باشا الكيلو ب 45 جنيه ب 47 جنيه. المستورده انا بعرف اجيبها، المستورده غيره ما عرفش يجيبها. الواحد نفسه ياكلها، فين الكلام دوت؟ ولا فين؟ كيلو السمكه النهارده بكام؟ العالم تعبان، العالم تعبان. سمعوا صوتنا الناس اللي فوق، ما نقدرش نقول حرام. تايهين ضايعين مش لاقيين المرسى، ماشيين خايفين طب امتى بقى نرسى؟ تايهين ضايعين مش لاقيين المرسى، ماشيين خايفين طب امتى بقى نرسى؟ الدنيا بتتعب علينا والموج عمال يخبط فينا، ماشيين فيك يا دنيا وامتى نعرف راسنا من رجلينا؟ عايشين نتألم ونعاني حالتنا بتصعب عالكاب، احنا ضيوف عليك يا دنيا.